وصلت الى باستا، وباستا الان باتجاه بارولو لكن يخطئ الكرة الماضية. هذه خطيرة للامام وفرصة الى باكا. باكا يتقدم. جول باكا. ما يضيع الكولومبي في مثل هذه الحالة. المباراة الخامسة، الهدف الخامس. يا له من مهاجم، يا له من مهاجم. 5 مباريات ب5 أهداف، والكرة شوف كانت تفرق أقل من إشعارها، لكن تقدم. القرار سليم وواجه حارس المرمى وسجل باكا، وميلان يتقدم. عزيزي المشاهد، شوف كرة كانت لفريق لاتزيو، لكن اخطاها الدولي الايطالي ماركو بارولو، وبعد ذلك التمريرة كانت سليمة للمنطلق للامام اللي واجه حارس مرمى شاب يلعب مباراته الاولى في الدوري الايطالي. هذه الاماكن باكا ما يضيع، وبالتالي يتقدم الان فريق نادي ميلان عزيزي المشاهد بهدف لهداف الكولومبي الكبير كارلوس باكا. المباراة كان متابعا وكان مراقبا. نعم، ضربة جزاء لا غبار عليها، ليس باكا وإنما اللاعب الذي سيتقدم الآن هو نيانج. إذا سجل ميلان يتقدم في هذا الوقت الهام من عمر المباراة. يتقدم الآن، يسدد. جول ثاني لميلان. ميلان يتقدم بهدفين عزيزي المشاهد. هدف الشوط الاول من باكا، هدف الشوط الثاني من نيانج، وبالتالي ميلان يقترب من الوصول الى النقاط ال3. رايح وين؟ خلونا نشوف تاليتها معاه. يذهب لزميل اخر موجود او ربما ضمن الجهاز الفني، لكن يتقدم فريق نادي ميلان عزيزي المشاهد بهدف ثاني. الهدف سجل الآن، وبالتالي من ضربة جزاء. تأتي الصيحات في المدرجات، والميلاني يتذكر أيام العز، أيام أنت